وقدامهم مارك روكا والتيميرا محاور ارتكاز وثلاثي تحت راس الحربة الزلزولي خطيرة التسديد وضع التسلل جول أنطوني يفتح مجال التسجيل. لم يكن في وضع التسلل. الدقيقة السادسة الجول الأول لنادي بيتيس، الخامس لأنطوني. كان دفاع فريق برشلونة وكنت أنا أيضا أعتقد بأن أنطوني كان في وضع التسلل، لم يكن كذلك. جيران مارتين هنا الكرة راشفورد والحارس. لم يفوز فريق بيتيس في آخر 7 مباريات في الدوري على البارسا، خسر 5 مرات وتعادل مرتين. جارجي يعني يلعب على كوندي، كوندي ملعوبة بشكل رائع. كوندي دخل، كوندي هذه واحدة من روائع الكرة، خذوها على الطريقة الكتالونية البرشلونية. من هنالك على الجهة اليمنى لامين جمال، كوندي، فيران توريس، وهدف بالعقب في منتهى الروعة. يأتي هدف التعديل، هو الهدف التاسع. هاي اللعبة من إيريك غارسيا، بارداغجي، كوندي، لامين جمال، هرنانديز مازال، هرنانديز العرض في القائم. ريبيراوا رائع رائع العرضي. بيدري محاصر، بيدري يستفيد من خطأ صفر الحكم. بارداغجي العرضية وجول. توريس يسجل الهدف الثاني لبرشلونة، هدف ثاني في ظرف دقيقتين. 2-1 صارت النتيجة للبارسا. يا سلام على اللعبة مرة ثانية. الانطلاقة من هنالك من جمال صنع الفارق. بارداغجي بمراوغته، التمريرة في اتجاه توريس وجول. راشفورد عرضية، يا سلام. يا بارداغجي لو سجلتها، يا بارداغجي لو سجلت هذه الكرة الرائعة جدا. هاي اللعبة لم يقدر من الوسط الكرة. الانطلاقة من هنالك من لامين جمال يستفيد من خطأ، هو أول بطاقة صفراء يخرجها حكم المباراة. فورد مرفوع القائمة الأول، كوبارسي مع حرسو. الكرة هذه ناحية توريس، طبعا أكيد على بارداغجي. روني بارداغجي استلم، روني بارداغجي راوغ، روني بارداغجي بيمنى ضربها في الزاوية. من هنالك مسجلا 3 أهداف برشلونة. يا سلام، وأول أهداف هذا الموسم في الدوري يفعلها بارداغجي ويسجل الجول الثالث لفريق برشلونة في وقت كنت أعدد القدرات التي لم يقدر عليها. لعب الكرة من هنالك بالراس، تغطية دفاعي حول يمر. بارداغجي الزلزولي. تأذى الكرة هذه، جميل يدخل، لامين مازال، لامين والحكم يصفر له خطأ. ما كان انت يا لامين. راشفور بعيدة الحقها من هنالك العرض. كرة ملعوبة القائمة الأول. بيدري توريس والرابع. توريس والرابع، هاتريك من فيران توريس الذي يصل للهدف 11 له هذا الموسم. استلام من عند لامين جمال، وجاء الجول الرابع عند الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول. صرنا 5 أهداف، ما زالوا هدفين على السبعة الذي تحدثت، والتي يرجع للخلف. تسديده على الزلزولي راح تسهل هنالك على الجهة اليمنى. بارداغجي والتوزيع فريق بيتيس. من هنالك صعب الكرة، التسديده والحارس. ما زلنا نزيد نشاهد هدفين مينيموم. أنا زلت لسان، مش زلت لسان، توقعي كان نشوف 7 أهداف. كولومبي آخر في مكان التيميرا في وسط الميدان، ودخول بارداغجي. كوندي ما يحاول يمر. أنطوني مازال، التوزيع، كرة في العمق. لامين جمال دفاع يتدخل. راشفورد والدفاع، ثم بيدري، ثم راشفورد، ثم توريس راشفورد الحق الكرة. رائع. لامين جمال،
لا يكتفي بتسجيل ركلات الجزاء لامين جمال، بل يسجلها ويسددها ويسجلها بالبراعة اللازمة. بهكذا الشكل رفع رجله في الهواء وحطها على يمين الحارس الفارو فالس، مسجلا 5 أهداف برشلونة اليوم أمام راشفورد. راشفورد، هرنانديز، مازال هرنانديز، العرض في القايم، ريبيراوا رائع العرضي. بيدري محاصر، بيدري يستفيد من خطأ صفر الحكم. جيران مارتين هنا الكرة، راشفورد والحارس. لم يفوز فريق بيتيس في آخر 7 مباريات في الدوري على البارسا، خسر 5 مرات وتعادل مرتين. جارجي علي يلعب على كوندي، يرجع للخلف، تسديده على الزلزولي، راح تسهل هنالك على الجهه اليمنى. بارداجي والتوزيع فريق بيتيس من هنالك، صعب الكرة، التسديده والحارس. ما زلنا نزيد نشاهد هدفين مينيموم. انا زلت لسان، مش زلت لسان، توقعي كان نشوف 7 أهداف. كولومبي اخر في مكان التيميرا في وسط الميدان ودخول. النهارده جايين نتكلم على برشلونه والموسم بتاع برشلونه، وبرشلونه هيقدر انه يعدل من الاوضاع ويقدر انه يرجع ينافس زي الموسم اللي فات، ولا بالنسبه لهانز فليك الموسم دون مش هيبقى احسن حاجه ومش هيبقى شبه الموسم اللي فات، ولا هيبقى مقابل للموسم اللي فات في المتعه الكرويه والعوده التاريخيه والرومنتادات اللي كان بيعملها واحد زي هانز فليك. فبالنسبه لبرشلونه، اكيد طبعا لو كلكم لاحظتوا ان برشلونه اي مدرب جه يدربها في الفتره اللي فاتت، شفنا برضو طبعا غير الانتكاسات اللي شفناها مع المدربين اللي قبل كده، واحد عندك زي كومان، شفنا واحد زي كيكي ستيان، فاحنا شفنا واحد عندك مهم طبعا اللي جه رجع النشاط ورجع الحيويه تاني بالنسبه لبرشلونه، اللي هو تشافي. طبعا رجع الفريق من حته كانت بعيده قوي، كان بعيد عن البطولات وكان بعيد عن المنافسه، فتشافي اعاد روح البطولات في برشلونه، لكن ما قدرش يحقق اللي هو عايزه، وما قدرش يحقق طبعا دوري ابطال اوروبا. لكن ما ننكرش حقه انه طبعا عمل جهد كبير جدا وطلع لعيبه يعتبر من امثالها لامين يامال، شفنا لعيب زي جافي، شفنا طبعا عناصر كتير جدا قدر فعلا يخرجهم لنا. واحد عندك زي تشافي وقدر انه يسلم هانز فليك الفريق موجود فيه قطع من الناشئين، وسلم هانز فليك النادي على كده. اكيد طبعا الاداره ما ساعدتوش ان تجيب له صفقات، طبعا كله عارف الوضع المالي والوضع الاقتصادي. انت لو مشجع لبرشلونه اكيد طبعا لازم تكون ناجح اقتصاد على طول، مش محتاجه، انت عارف الداخل ايه والخارج ايه والدنيا ماشيه ازاي والمعاملات بتتعامل ازاي. هو بالنسبه له دارس اقتصاد. فاحنا هنتكلم ونقول اللي هانز فليك استلم الفريق في اول موسم قدر فعلا انه يصنع منه المستحيل، وقدر انه يطلع احسن نسخه واحسن كواليتي واحسن كوره موجوده في العالم شفناها. لكن الموسم الاول عاد على برشلونه بالسلب. طبعا انت ما عندكش صفقات، ما بتقدرش تعمل تدعيمات ولا ميركاتو. طبعا مشيت قطعه مهمه وجوهره مهمه، انياجو مارتينيز، قطعه مهمه من اهم القطع اللي افتقدها هانز فليك الموسم ده. اوعى تفتكر يا هانز فليك اللي واحد عندك زي اروخو اللي بيطبق الاوفسايد من بعد نص الملعب، يعني الواحد بيرجع من بعد نص الملعب انه يغطي الاوفسايد، لان قبل نص الملعب ما فيش اوفسايد. طبعا انت لو دخلت نص الملعب او لاعب جالك من نص الملعب ما هوش اوفسايد، هو يعتبر الاوفسايد بيبدا من نص الملعب الثاني. اللي كان بيقدر يعملها ويطبقها كويس هو مارتينيز زي ما قلت لك، وما شفتش حد هيقدر يطبقها زيه. فاحنا هنتكلم ونقول لواحد زي اروخو، انا مش عارف ازاي دي عقليه لاعب كره قدم، حاسس اللي هو يعني كده واخد الامور بعفوجه، ما عندوش فنيات، يخش كده وبظروفها تدخلات بدون وعي. خلينا نتكلم في اروخو اللي يعتبر مخلينه كابتن برشلونه. انا مش عارف اداره برشلونه بتدخن ايه ولا ماشيه ازاي انك تخلي اروخو قائد، فدي كارثه في حد ذاتها. فما بالك اما يكون النادي طبعا، فما بالك اما يكون دي نادي في دوري ابطال اوروبا بيلعب بالطريقه دي وبالشكل ده والكابتن بتاع اروخو، فانت مستنظر ايه اما يكون كابتنك اروخو؟ انا مش عارف. فاكيد طبعا مفيش عبث اكتر من كده. تعال نتكلم ونقول اللي انت بذكاء بتغطي مصيده التسلل. انا دلوقتي واقف على مصيده التسلل مثلا، انا في نص الملعب اللي هو يمتي، انا مش نص الملعب اللي يعتبر الخصم جاي منه، لا انا في نص الملعب بتاعي. انت دلوقتي عايز توقع اللاعب المهاجم في مصيده التسلل، اروخو بيخش نص الملعب الثاني وهو نص الملعب مش اوفسايد، فانت منتظر اكتر من كده. عايز تاخد دوري ابطال اوروبا ازاي؟ حاجه غريبه جدا وحاجه قمه العبث. طبعا زي ما شفنا قبل كده اروخو وقع برشلونه يعتبر في مأزق كبير في مباراة تشيلسي في دوري أبطال أوروبا واللي خسرنا فيها 3-0. أنت خدت إنذار، المفروض طبعا تكون عندك وعي إن عندك إنذار وتلعب بشفافية، وهنقول هتحسس زي ما بنقول، لكن المدافع طبعا لما بياخد إنذار أنت أكيد في الشوط الثاني يعتبر في الدقيقة 60 65 بتحاول إن أنت تخرجه وتنزل حد مكانه.
انت خدت انذار يا عم اروخو، نهدى ونلعب بعقل. لا، عمك اروخو كوره ملهاش اي ريحه اللازمه ولا لها 60 لازمه، راح داخل على اللاعب وراح كسره، خد بطاقه صفراء كمان وخد الكارت الاحمر واتكل على الله طلع. برشلونه بيلعب ناقص العدد في ملعب طبعا تشيلسي اللي هو ستانفورد بريدج، اللي يعتبر شلنا فيه 3-0، ويعتبر تشيلسي لعب مباراه من اروع المباريات على برشلونه. هنتكلم ونقول ان اروخو طلعنا من دوري ابطال اوروبا قبل كده في ماتش باريس اللي خسرنا فيه 4-1 واروخو خد فيه كارت احمر. فاروخو بالنسبه لنا هو ما بيلعبش معانا، هو بيلعب ضدنا. فانا مش عارف هو متعمد ياخد كروت حمراء ويخرج برشلونه من دوري ابطال اوروبا ويحط المدربين في ورطه، ولا هو بيتعامل ازاي؟ فتعالى نتكلم ونقول برضه من منظور تاني اللي مصيده التسلل ديت ما عادتش بتخش دماغي، وانا ما بقتش مقتنع بيها. خلاص هي نجحت معايا بس مش كل مره هتنجح معايا، لكن مش كل مره هتسلم الجره زي ما بيقولوا. احنا بنقول ان برشلونه قبل كده كان عنده افكار واساليب غير كده خالص. اي نعم يا عم هانز فليك، الموسم اللي فات كان عندك اللعيبه لسه بكامل صحتها وكانت في كامل التركيز وكامل الوعي. النهارده كوندي مش قادر يمشي، النهارده انا حاسس ان كوندي بقى عالي على الفريق. انا مش شايف ان ده كوندي اللعيب اللي كان مكسر الدنيا السيزون اللي فات مع برشلونه. انا شايف اللي هو لا يصلح دلوقتي اللي هو يلعب في الدوري المصري. حاسس اللي هو مجهد، منهك بمعنى الكلمه. في اليمه الثانيه بالدي، مش عارف بالدي ايه اللي جراله. يعني انا شايف اللي واحد السيزون اللي فات كان فورمه وكان جامد، لكن بالدي الموسم دون هو وكوندي مفيش، خارج النطاق، خارج الخدمه. ده لا بيضغطوا ولا بيخشوا على الكوره ولا بيطلعوا هجمه مرتده حلوه ولا بيرفعوا رفعه حلوه ولا شغالين هجوم ولا شغالين دفاع. فمش شغالين من كل الجوانب، لا دفاع ولا هجوم. فانا مش عارف هانز فليك اكيد في تغيير هيحطه في دماغه، فده المطالب بيه وده اللي الكل بيطالب بيه هانز فليك، انه يكون عنده تغيير، يكون عنده حل بديل. صد التسلل خلاص، انت بتلعب ناس بقت بتلعب لك من على نص الملعب على السرعات، استغلال الكوارث والاخطاء اللي موجوده في خط الدفاع، ان كانت ورا اروخو ولا ان كانت ورا باوكو بارسي ولا عندك ورا كوندي ولا بلدي. فالاثنين وراهم يعتبر كوارث دفاعيه، لا بيضغطوا ولا قادرين يجروا من يمه ثانيه. حاسس ان انت بتلاعب واحد اكنه يعتبر كان شغال في شغلانه قبل ما يجي يلعب كوره، ان انت خدت الصحه والعافيه اللي كانت في اللعيبه كلها الموسم اللي فات وجبت لاعب يعتبر لاعب ماتشين 3 قبل ما يلعب الماتش. حاسس اللي هو لاعب اكبر قدر من المطوشه، وده اللي حصل فعلا السيزون اللي فات. الضغط العالي اللي كان بيعمله هانز فليك اثر على اللعيبه. فكوارث السيزون ديت مترتبه على الجهد البدني اللي بذلته اللعيبه الموسم اللي فات، مترتب في هانز فليك الضغط الامامي والضغط من كل يمه. واللعيبه طبعا لو اتكلمنا وقلنا اللي انت بقيت بتلعب اللي انت حاسس ان انت بتقضي وقت او بتقضي 90 دقيقه وزي ما يجوا انا مرمي في الملعب مجبر على كده، لان مفيش ليا بديل مناسب، مفيش ليا حد يقدر يعوضني. بالتالي انا ما عنديش غير كده، اللي عندي جبته خلاص، يعتبر ما عادش فيه اي مجهود بدني. اللاعب بيلعب ال 90 دقيقه، واحد زي كوندي عشان تبدل واحد مكانه فانت مش هتلاقي اللاعب الكفاءه. ومن يمه ثانيه واحد زي بالدي، قلنا مارتن شغال، مش هنقول لك اللي هو برضه يعتبر عنده 100%، لا يعتبر او احسن مما فيش او احسن من حد ما بيدافعش ومحطوط في الملعب. فاحنا بنتكلم ونقول ان برشلونه لو عايز يغير من الاستراتيجيه، هتقول لي ان برشلونه لازم يحاول يغير من الخطه بتاعته، مفيش غير كده. انت دلوقتي حاول ان انت تغير الفكر، حاول ان انت تجرب حاجه غير مصيده التسلل. عايزين نشوف فكره مختلفه، عايزين نشوف الدفاع يكون عند برشلونه اجمد واحسن من كده، لان الدفاع عندنا السنه دي كارثي. الموسم اللي فات اي نعم ما كانش فيه اصابات، ما كانش فيه تفكك، لكن احنا بنتكلم ونقول ان الفريق كانت القوام بتاعته كويسه، لكن السنه دي في اصابات، في لعيبه مشيت زي مارتينيز، في لعيبه السنه دي حاسس ان هي ما عادش فيها جهد بدني، حاسس ان هي بتنزل تقضي واجب عليها وخلاص. فانت يا عم هانز فليك لازم يكون في تغيير تام بالنسبه لبرشلونه عشان تقدر تكمل السيزون. شفنا الفرق الواضح بين السيزون اللي فات والسيزون دون. قلنا طبعا ان احنا عندنا اخطاء وكوارث، كفاءه الهجوم ما عادتش زي ما هي وكفاءه الدفاع. وطبعا زي ما شفنا خط النص، طبعا الاصابه اللي جت لبدري، طبعا زي ما كان في الهجوم اصابه لامين يامال ورجع من الاصابه، رافينيا اتصاب ورجع من الاصابه، ليفاندوسكي كان اتصاب ورجع من الاصابه. فانت ما كانش عندك لعيب مش مصاب. اللعيبه بتتصاب من الجهد والارهاق والضغط اللي بيبقى على اللعيبه بسبب كثره المباريات اللي بتلعبها. فهانز فليك مطالب في الوقت دون انه يغير من شكل برشلونه، مطالب انه يكون بنفس الجرأه اللي كان بيلعب بها الموسم اللي فات. السنه دي انعمل عليه مطوشه في دوري ابطال اوروبا، فبالتالي مش قادر اقول لك غير ان كوارث الخسائر كبيره السنه دي. فمطالب ان هانز فليك يكون عنده نظره ويكون له رده فعل مختلفه، زي ما شفنا السيزون اللي فات ان كان له رده فعل بعد التوقفات الدوليه، كان بيقدر يرجع
كان بيقدر انه يوقف الفريق تاني على رجله. وبكده تكون نهايه الفيديو بتاعنا. ما تنساش تعمل اشتراك في القناه وفعل زر الجرس وصلي على حبيبنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. يلا سلام، اشوفكم الفيديو الجاي.